تعالوا نتعرف على الاكلات النوبيه في بلاد النوبه. والاكل النوبي مميز جدا ومطبخ غني وفيه حاجات كتير متنوعه، ومش الاكل بس، هو الاكل والمشروبات وحاجات كتير. فتعالوا بقى نجربها زي ما انتم شايفين كده، حاجات كتير قوي هنجربها النهارده مع بعض. وهتلاقي هنا المشروبات، اول حاجه الكركديه النوبي المميز، وتاني حاجه هو الابريه بالليمون، وبيبقى ساعات بيتعمل بالليمون وساعات بيتعمل برتقال او بنكهات كتير. وهو الفكره ان هو فيه عجينه معموله وغير الليمون ميكس كده. تعالوا بقى ايه نجربه اول حاجه مع بعض ونشوف ايه طعمه عامل ازاي. هو عبارة عن ميكس العصير الليمون المركز مع العجينة، بتاكلها وبتشرب مع بعض في نفس الوقت كده. ميكس غريب، حاجة انت راح مش متعود عليها. انا ممكن اديله 7 من 10، بس هو حاجة مش هتعرف تقارنها بحاجة تانية تقول دي زي كذا، او هي حاجة مميزة ومش هتدوقها ولا هتشربها غير في النوبة. ندخل على اللي بعده، الكركديه. طبعا كركديه النوبي. كركديه الحقيقة مميز جدا، وانا مش اول مرة ادوقه. هو طعمه حلو قوي وتديله 10 من 10 وانت مغمض، ولازم تجربه اول ما توصل كده اطلب كركديه على طول. وندخل بقى على بقية الحاجات عشان عندنا حاجات كتير. تعالوا نعرف حاجة من الموجودة هنا على الترابيزة. وهتلاقي اول حاجة هي الويكا او البامية الناشفة، وهنا هتلاقي القطر، واحنا بنقول عليها الملوخيه بس هي مش ملوخيه في الحقيقه، وهي حاجه معموله بطريقه مختلفه وهنعرفها مع بعض. وبعد كده العيش المطبق او القابض. الطبق ده اسمه جاكود، وهو عباره عن قطر بالبيض ميكس مع بعض، وفي فراخ بالبطاطس بالطريقه النوبيه. واما ده بقى مطبق بالسكر والعسل. تعالوا بقى نجرب اول حاجه مع بعض، هي الويكا او الباميه الناشفه. وطبعا هتلاقيها بقى ايه نجربها. والويكا والباميه الناشفه هتلاقيها في جنوب مصر، موجوده في الصعيد وخصوصا النوبه. فيها اختلاف بين ان هي اصلها نوبي او اصلها صعيدي، ولكن في الاخر بقى تعالى نجرب ونشوف طعمها عامل ازاي. تعالوا بقى نجربها ونقول بسم الله. يعني هو في حاجه في الاكل الصعيدي كله طعمه مميز، حتى لو انت كلت لحمه موجوده في اي حته، لو شربت ملوخيه، لو اي حاجه فيها حاجه مميزه. وتقريبا دي تاني مره اجرب الويكا في حياتي، وبصراحه طعمها مميز جدا. يعني انا ممكن اديها 9 من 10. وهنا المفروض بقى مش بياكلوها بالمعلقه زي ما انا بجرب، المفروض بقى ايه هنا بقى بالعيش القابض. وتروح بقى ايه عشان تجربها بقى على الطريقه النوبي الصح، وتروح ايه بقى كده تسمي كده وتاكلها. بيرفكتو. ندخل على اللي بعده. تعالوا دلوقتي نجرب القطر، وهي عباره عن كزبره وميكس خضار وعليها ويكا ناشفه. فتعالوا بقى نشوف الميكس ده شكله هيبقى عامل ازاي. في الحقيقه هي اول ما تشوفها هتحس ان هي ملوخيه، يعني هي شكلها بالنسبه لنا ملوخيه. فتعالوا بقى نجرب طعمها هيبقى مختلف عن الملوخيه ولا لا. هي طعمها مميز جدا وهي قريبه من الملوخيه، بس هي مش ملوخيه خالص. وانا جربتها مرتين في النوبه كنت فاكر ان هي ملوخيه، وكنت عمال اسال هي ليه الملوخيه بتاعت النوبه طعمها مميز عن اي مكان تاني. والحقيقه ان هي ما طلعتش ملوخيه، وان هي اسمها قطر وليها طريقه معينه، وهي ما فيهاش ملوخيه اساسا، بس حقيقه تاخد 10 من 10. ندخل بقى على الطبق الكبير ده، وهو اسمه جاكود، وهو عباره عن قطر بالبيض. ونشوف بقى ايه طعمه هيبقى عامل ازاي. تلاقي الناس في القاهره بتقول عليه ان ده ملوخيه بالبيض. فتعالوا بقى نجرب ونشوف طعمه عامل ازاي. بس هو الحقيقه هو مش ملوخيه بالبيض، هو اسمه قطر بالبيض، وهي عباره عن ميكس حاجات بقى ايه زي ما قلنا. القطر عباره عن ايه وكزبره وميكس خضار مع البيض. نشوف طعمها عامل ازاي. والمفروض ان انت ما بتاكلهاش بالمعلقه بقى، انت بتاكلها بالعيش القابض بتاعهم. ونشوف بقى ايه طعمها هيبقى عامل ازاي. بسم الله. يعني هي حلوه، بس انا بالنسبه لي كانت احلى لو هي لوحدها مش معاها بيض. فدي ممكن اديها مثلا ايه 6 من 10، لان انا عاجبني طعمها لوحدها مش مع البيض. ونجرب تاني برضو، يعني مش من اول مره، ممكن ايه تحدد انت عجبتك ولا لا. يعني هي حلوه، بس ندخل على اللي بعده. ندخل بقى على الفراخ بالبطاطس بالطريقه النوبيه، ونشوف طعمها بيعمل ازاي، وهل هي ليها طريقه مميزه ولا لا. تعالوا بقى نعرف الكلام ده. ندخل بقى نشوف ايه طعم البطاطس الاول عامل ازاي. السبايسز اللي عليها والبهارات اللي عليها مديها طعم قوي ومميز كده. طبعا النوبه معروفه بالتوابل والبهارات اللي بيحطوها على الاكل، اللي بتدي طعم ورونق كده للاكل بشكل مش طبيعي. بصراحه حلوه قوي. نجربها بقى مع الفراخ، او معموله كده في فخار مع ميكس ده مع بعضه.
بيطلع لك حاجه طعمها مميز. اكله عاديه وبناكلها في كل حته في مصر، بس هنا ليها طعم مميز بطريقتهم اللي بيعملوها، اللي بتميز الاكل عن الاكل العادي اللي احنا بناكله عندنا. بطاطس بالفراخ اديها 9 من 10، وكده انا ظالمها على فكره، بس هي جميله جدا والتوابل مديها طعم مميز. ودلوقتي هنجرب المطبق بالسكر والعسل، اللي هو الطبق ده شكله هيبقى طعمه عامل ازاي. وتعالوا بقى ندوقه واقول لكم ايه رايي. هو عامل زي الفطيره كده، بس هي معموله بطريقه مختلفه. مم. مم. جامد من الاخر، هو جامد جامد بقى. هو عليه سكر وسمن وعسل، ومعمول مع الفطيره ديت ميكس كده بيدخل في بقك. بصراحه مفيش احلى من كده. وانا هدوقه تاني بقى عشان ايه، بصراحه عجبني قوي. و مم. مم. جامد جامد جامد. يعني بصراحة يعني 9.5 من 10 ده كده، يعني انت ظالمه لان هو ميكس جامد قوي، بس تقيل تقيل، فيعني كالوريز كتير. قابض بالعسل والطحينة. وتعالى بقى نشوف بقى ايه القابض طعمه عامل ازاي. هي عامله زي الفطيرة يعني، ونشوفها بقى ايه بالعسل وطعمها يبقى عامل ازاي. طبعا كمية ده سعرات مش طبيعية. مم. مش عارف انا جعان ولا هو بتاع اللي حلو قوي بصراحة. لان حتى العسل طعمه يعني عامل زي الحاجات كده ايه بتاعت خير زمان، ده اللي انا حاسس بيه. دلوقتي بقى هختار ايه اكتر حاجة عجبتني من كل الحاجات اللي انا جربتها ده. فطبعا القطر دي حاجة عظيمة، دي حاجة انا هبقى اساسية عندي باكلها على طول. القطر اللي هي عاملة زي الملوخية بس هي مش ملوخية، والويكا. الاتنين دول بصراحة اكتر حاجة عجبوني، ولازم هجربهم كل مرة اما اجي. وبعد ما جربنا الاكلات النوبية دي كلها، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتتابعوا كل جديد على القناة. وبكده يبقى احنا جربنا الاكل النوبي اللي ما ينفعش تيجي النوبة غير ما لازم تجربه اهم حاجة اول ما تيجي.